لا تسمح لنفسك أن تنزل على الخط الأحمر. الخط الأحمر فيه 4 أمور. 1، ترك الحرام. الحرام يا شباب خط أحمر. أما الحرام فالممات دونه. فإذا حدثتك نفسك أنه أخي يعني أنا في إنسانة مالي قدران أصل لها بالحلال، ماشي الحال سأذهب بالحرام، أما الحرام فالممات دونه، فورا منتهي، هذا الأمر غير قابل للمناقشة. يا أخي أنا بدي مبلغ من المال، هلأ معروض علي مبلغ من الحرام، أموت ولا آكل الحرام، منتهي الأمر، ما في السؤال إنه أخي طيب نسأل الشيخ بركي يعني في عنده حل، نسأل أخي، نسأل جارنا، خلاص هذا أمر خط أحمر، الحرام ممنوع. أنا نعم ممكن أقبل إقبالا شديدا على الدين وعلى الله، وممكن أتراجع، بس ما بنزل تحت الخط الأحمر. أو 1، الخط الأحمر فيه 4 نقاط. 1، ترك الحرام. 2، إتقان الفرائض. الفريضة خط أحمر. ممكن أنا أقصر بالنوافل، ممكن أقصر بالسنن، ممكن ما أصوم ولا يوم بالعام، ما أصوم ولا يوم، بس إذا جاء رمضان خط أحمر. يعني ما فيش نقاش إنه بكرة 1 رمضان شو حتصوم، بدي أقلر فيه شو صايم بكرة 1 رمضان، ما في سؤال، هذا خط أحمر. أنا ممكن ما أصوم نافلة، ممكن ما أصوم تنين وخميس، ممكن ما أصوم يوم يوم لا، ممكن ما أصوم 6 شوال، بس ما ممكن على الإطلاق أن أترك صيام رمضان، لأن الله عز وجل فرضه من فوق 7 سماوات، الله يحب الفرائض. فممكن أن أقبل وممكن أن أتراجع، بس في خط أحمر فيه 4 نقاط. 1، ترك الحرام. 2، إتقان الفرائض. 3، أداء ما استطعت من النوافل. قد ما بدك خلي لك هيك نافلة ولو كانت خفيفة، حاسب نفسك عليها ولا ترضى أن تنزل عنها. حينا بيكون صيام، حينا بتكون صلاة ليل، حينا بتكون صدقات، حينا بتكون بر لمساكين، بس خلي هيك خط من النوافل يزيدك قربا إلى الله عز وجل، ويبقي باب المحبة بينك وبين الله قائما. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهلأ أنا ممكن اليوم بدي صلي 20 ركعة قيام الليل، ممكن اليوم بدي ناوي أقضي هذه الليلة ساجدا طيلة الليل ساجد، ممكن. وفي بعدين ليالي بنوب بدي يعني لا أريد أن أصلي شيئا، بس خلي لك بس هيك ركعتين خفاف، ركعتين بعد صلاة العشاء، دقيقتين مدتهم، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، بس ركعتين. يعني خلي شيء ولو خفيف من النوافل. فالخط الأحمر فيه 4 أمور. 1، ترك الحرام. 2، إتقان الفرائض. 3، أداء النوافل. 4، مجلس علم في الأسبوع. يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، لا يرضين واحد منكم أن يترك مجلس علم في الأسبوع ولو زحفا. بدك تجي على هذا المجلس زحفا. أخي أنا مسافر، منيح، بالمكان اللي مسافر عليه ابحث عن مجلس علم، هم على وجهك، اسأل كل من حولك شان الله وين في مجالس علم هون، بدي أتنفس عبق السكينة وعبق ملائكة الله عز وجل في مجالس العلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا يرضين أحدكم على الإطلاق أن يتنازل عن مجلس علم في الأسبوع. خط أحمر. أنا عندي درس يوم الاثنين، لا بستقبل ضيوف ولا بستقبل مرضى ولا بعمل حفلة كتب كتاب ابني ولا بعمل خطبة بنتي، وإذا بقدر ما أمرض يوم الاثنين ما حاب أمرض، بس هذه بيد الله. خطرة واحد من الإخوة له درس يحضره دائما، متعود صار له 40 سنة ما غاب. والله يا أيها الإخوة الالتزام حلو، يعني حلو أنت 40 سنة ما فارقت مجلس العلم، خلاص. حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يعني قلت يا رب أنا التزمت بهذا المكان من أجلك، شغلة حلوة. أما مو مرة بجي مرة ما بجي، مرة تعبان، مرة نعسان، مرة جايتني شغلة، مرة دقولي رفقاتي، مرة عنا سهرة، مرة طالعين سيران. شو هالمجلس هاد؟ تسلاي شوكولاتة هذا يعني، تشاء فتأكلها وتشاء فتتركها. المهم واحد من الإخوة صار له 40 سنة يحضر مجلس علم، غاب. فشيخه أستاذه لما سلم عليه الأسبوع القادم قال له
يا أبو فلان الجمعة الماضية ما لقيتك. سبحان الله، المسجد بصير الإنسان الذي يحضر في المسجد له مكان، يعني المكان يسأل عنه، تشعر أنه هون مكان فلان، لا إذا مو موجود خير إن شاء الله، وينه فلان. المهم قال له يا أبو فلان أنت الأسبوع الماضي ما كنت موجود، وينك؟ قال له والله يا سيدي أنا صار معنا المرأة كانت حامل، وسبحان الله صارت الولادة يعني وقت الدرس أخذتها إلى المشفى فولدت. قال له إيه طيب مبارك إن شاء الله، الله يجعله من الصالحين، بس بتقلها لمرتك الولادة الجاية لا تولد يوم الدرس. يعني هي للطرفة، بس والله يا شباب حلو الالتزام، يا أيتها الأخوات حلو الالتزام. أنا أنتمي إلى مجلس علم، أنا أنتمي إلى حلقة علم فلا أغادرها، طبعا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه الأربع خط أحمر.